يا مساء الخيرات والبركات ورضا الرحمن عليكم حبايبي. كل جمعة وانتم طيبين. يلا بقى نفرز التوم بتاعنا. هنفرزه بس مش هنفرمه. التفريز يعني مش نفرمه ونحطه في باب التلاجة. بصوا بقى، احنا هنتفق من الأول كده على إن التوم بيوصل لنا قيمته الغذائية كلها وهو صحيح. اللي بيبلع فص توم كده وهو صحيح هو ده اللي بتوصل له القيمة. طبعا احنا بنضطر ان احنا ندقه أو نفرمه ساعة ما نيجي نطبخ بيه، فبتضيع منه بعض الفوائد. الأطباء كلهم اللي قالوا الكلام ده، مش أنا بس. إنما نيجي هنا بقى إزاي نشيله ونحتفظ بيه السنة كلها من غير ما يفضى ولا فص فيه. تعالوا بقى احنا هنشوف نعمله ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وعملنا من قشر التوم كمان توم بودر ريحته نفاذة بطريقة رهيبة. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ونيجي نشوف احنا هنعمل ايه في التوم بتاعنا دوت. أولا احنا عندنا صنفين توم، مش صنف واحد. في صنف أبيض البلدي بتاعنا، وده ريحته لا تعوض. ريحته جميلة جدا وبتفضل يعني ريحته دي فظيعة جميلة. النوع التاني اللي هو المحمر دوت، ده صيني بس زراعة مصري. مش الصيني بقى اللي بيبقى معمول في شبك كده عند الخضرية، لا الصيني التاني دوت اللي هو بيتحط في شبك كده وتلاقيه مدور كده ومبطط. ده ملوش ريحة خالص خالص، يعني عدم استعماله أفضل. اهو انا بوريهولكوا على الطبيعة. انا واخدة من ده ومن ده. انا اشتريته امتى؟ اشتريته قبل شم النسيم ب8 ايام. بيبقى شبه بقى ايه، نشف بقى خلاص عند الناس. انما بعد شم النسيم هيغلى بطريقه رهيبه لانه بيبقى نشف قوي. وفي نفس الوقت بقى بيوصل لاسعار رهيبه. انا كنت شاريه بكام بقى؟ الاحمر دوت انا اشتريته ب25 جنيه الكيلو، والابيض شاريه ب15 جنيه الكيلو. كان جميل جدا بصراحه. جبت ايه اللي يقضيني السنه كلها. تعالوا بقى نشوف انا بعمله ازاي، وان شاء الله اضمن لك باذن الله انه يعيش معاكي طول السنه باذن الله. بصوا بقى انا بفرزه ازاي. بمسك الكبير الاحمر دوت، كل الروس الكبيره هي دي اللي استعملها في الاول. باخد منها الكبير قوي وببتدي زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي اقشر. مش هقشره هو، لا، اقشر القشره الداخليه اللي بينها وبين بعضها. هي دي اللي باخدها. القشره الخارجيه لا، برميها، ملهاش لازمه لان بيبقى فيها طينه وبتبقى مش نظيفه. كل ما افصص فص لازم يبقى شابكه فيه حته من الشوشه بتاعته. مش كل راس توم بيبقى في قلبها شوشه كبيره كده. هي دي اللي بتساعد على حفظ راس التوم تفضل صحيحه. انتوا شايفينها معايا اهيت. الشوش بتاعه دوت وبالطينة بتاعته كمان. هي دي اللي بتخلي راس التوم تعيش معاكي. ازاي اخليها بقى تعيش معايا؟ بصوا بقى، انا جبت برطمانات فاضية. مهم تكوني متأكدة منها انها ناشفة تماما. عايزة تحتفظي بيه بقشره كده زي ما أنا عملت في أول برطمان أهوت. أنا هوريك الطريقة. بصي أنا بعمل إيه. أنا بشيل الشوشة ديت بس مش لآخرها. ما جيبهاش لآخرها أبدا. أنا عايزة حتة منها شابكة في الفص، لأنها تحتفظ لي بالفص دوت إنه يفضل صحيح وزي ما هو ومليان. هيفضل مليان لغاية ما أخلص كل الروس الكبيرة. دايما اللي أحتفظ بيها وأربطها وأحطها في البلكونة في مكان هاوي وبعيد عن الشمس تماما، وعمرها ما تفرغ أبدا. ويجي عليها الموسم التاني بتاع التوم التاني وانت عندك روس توم لسه مليانة زي ما هي. الروس الصغيرة، الروس الصغيرة تنقيها من وسط التوم. الناس كلها بتبعد عن الروس الصغيرة مع ان هي دي اللي بتعيش. اللي بيفرغ اول حاجة ويفضي خالص الروس الكبيرة. بصوا انا سايبة في الفصوص بتاعته حتة من الشوشة ازاي بتاعته شابكة في قلبيها، قافلاها قافلة راس التوم، قافلة الفص نفسه. يفضل في قلب البرطمان معاكي. حطيه كده على الرخامة، مش هيجرى له اي حاجة. انت مش مطمنة ومش عايزة تحطيه على الرخامة، حطيها على في باب التلاجة ولا يهمك. مش هيجرى له اي حاجة خالص. ودايما ناخد منه ونقشر كده للأسبوع. يعني أقعد كده في يوم أخد مثلا كام راس توم كده وأقعد أفصصه. معايا الأبيض بقى بتاعي البلدي بتاعنا ده لا يعوض، ريحته رهيبة. أنا بجيب ليه الأحمر؟ بيديني كم أكبر
فصه الكبير دوت بيديني الكم الأكبر، إنما ريحته ما هياش زي البلدي بتاعنا. فأقوم أعمل إيه؟ أفصص برطمان من ده وبرطمان من ده، يعني واحد من الأبيض ده بتاعنا وواحد برضو من الإيه؟ الأحمر. اما أجي آخد التوم وهعمل بيه طبخة، أروح أو مثلا هعمل كذا طبخة، آخد النص أحمر والنص أبيض. الأبيض يديني الريحة النفاذة الجميلة بتاعتنا ديت، والأحمر يديني الكم الكبير اللي أنا عايزاه. عرفنا إزاي بقى بنفرز التوم؟ بصوا أنا عمالة أوريكم إن أنا عمالة أنقي الروس الكبيرة أهيت، هفصص منها جزء، وزي ما عملت في الأبيض هعمل في دوت. بس أنا المرة دي بقى إيه، مش هركنه كده، لا أنا هوريكم كمان وأنا بقشره. هقشر من الأبيض وأملى برطمانين متقشرين ويتحطوا في قلب باب التلاجة عادي جدا، يفضل قدامك متقشر جاهز على الدق على طول. دقي على طول، بلاش مش معقولة هنقعد نشغل كبة على راسين توم، استحالة. اه هي وهو خاصة وهو طري دلوقتي بيبقى سهل جدا. بصوا انا بعمله ازاي اهوت. قشره بقى جميل طبعا، قشره دوت هو اللي فيه الريحة كلها. الريحة اللي كانت في التوم البودر كانت فظيعة، فظيعة جدا وانا بعمله بتاع القشر دوت. انا خدت من ده على ده برضو اللي انا فصصته. وهبتدي امسك بقى التوم بتاعي افرزه ازاي. امسك الروس الكبيرة اعملها حزمة واحدة، الروس الوسط اعملها حزمة مع بعضها واربطها، الروس الصغنونة خالص اعملها حزمة واربطها مع بعضها، وعلق في بلكونتي او اعلق في شباك مثلا، او احط مثلا في قلب المطبخ في مكان هاوي، لو في شباك في المطبخ يدخل له الهواء ينشفه، وفي نفس الوقت ما تجيلوش شمس ابدا. لو جت الشمس على تومك يفضي على طول، يفضي ما يقعدش، ما يفضلش مليان. انما احنا عايزينه مليان. ده احنا مخزنين حبة توم يعني ما جوش حتى 12 كيلو ب 200 جنيه. تخيلوا بقى التوم اللي ما كانش ليه سعر يا جماعة مخزنينه ب 200 جنيه. لا ومش هيقضينا كمان السنة، لا هنضطر نجيب تاني لان بنستهلك توم كتير. بصوا بقى انا عملته حزام ازاي. طبعا انا عملته كده ليه بقى؟ عشان اخلي الكبار هم كبيرة قوي هي اللي اجر منها اول باول اول باول اول باول على طول، واركن الصغيرة انساها خالص. اخلص الكبير املى برطماناتي، واخلص الكبير، خلصت الكبير ادخل على الوسط اخد منه طول ما الشوشة بتاعته ديت موجودة في قلب الراس التوم، عمره ما هيفضي ابدا معاكي باذن الله، وهو في مكان هاوي ومش عليه شمس ابدا، ما تجيش عليه شمس. وادي قشر التوم اللي انا فصصته هو دول بتوع البرطمانين دول وبتوع البرطمان دوت. خدت القشره الداخليه اللي جوه مليت بيها صينيه، احطها، افتح لها الشوايه، احطها تحت خالص، والاحظها كل شويه افتح واقلب افتح واقلب افتح واقلب لغايه ما الاقيه نشف خالص وبيتكسر في ايديا تكسير. انا اللي بحوله البودره بايديا، وبعد كده احطه في مطحنه الخلاط، هي هتضربهولي. انا كده فرزت التوم بتاعي من غير ما افرم توم. والله العظيم الدكاتره حلفوا ان انتي لما بتفرمي التوم بتقعديه سنه كامله انتي ما بتستفيديش من التوم ده باي حاجه، حتى ريحته كمان بتروح. والله انا جربته قبل كده وعملته على اساس يقعد معايا السنه كلها. انا كنت بعمل بعد 6 شهور منه انا مش شامه ريحه توم، مفيش ريحه توم خالص. في تقليه الملوخيه، في تقلي الباميه، تعملي منه اي حاجه، حتى للفته ما كنتش شامه ريحه التوم. طالما اتفرم ريحته راحت خلاص وقيمته الغذائيه قلت، فعليه نعمل ده كله؟ لا. طريقة جميلة اهيت وسهلة، ونحافظ عليه قدامنا ونفصص واحدة واحدة على مهلنا، ما نقعدش نفصص قد كده. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.